السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال يا رب. مرحبا بكم فيديو جديد وفي قصه جديده. القصه ديال اليوم غتدينا لاسبانيا، واحد القصه مشوقه وفيها بزاف ديال الاحداث والمفاجآت. كاينين مغاربه اللي مشرفين بلادهم في دول وحدين اخرين، سواء بالانجازات ديالهم بالخدمه ديالهم او لا غير بالطيبه والتعامل ديالهم. ولكن كاينين وحدين اخرين اللي كيعطيو صوره خايبه على المغرب، وملي كيهاجروا كيديروا شي حوايج خايبين، كيخرقوا القوانين، وكاينين اللي كيديروا جرائم بشعه. نورمالمون ما خصناش نعممو، لان كل بلاد فيها الناس الخايبين والناس المزيانين، ولكن للاسف كاينين شي وحدين اللي كيحكموا على كل شيء. وملي كتوقع شي جريمه بحال الجريمه اللي غادي نشوفوا اليوم، كيكون المتضرر الاول هو الجاليه، لانهم كيتعرضوا لمعامله خايبه وكيتعرضوا للعنصريه. وهذا الشيء الصراحه ما كينطبقش غير على المغاربه، كينطبق حتى على الجاليات العربيه الاخرين والجاليات المسلمه. نعطيكم مثال. ملي كنت نزلت القصه ديال سناء اللي عقلتو كان قتلها باها في ايطاليا، كانت دخلت عندي واحد المتتبعه مغربيه وعاودت لي على المعاناه ديالهم في هذيك الفتره، لدرجه ان مول الدار خرجهم من الدار وما بقاش باغي يكري ليهم من مور ما خرجت الام ديال سناء بهذوك التصريحات. جات من جهه راجلها وقالت ان بنتها هي اللي غلطه، وقال لهم مول هذيك الدار ما عمري ما غادي نعاود نكري للعرب والمسلمين. مع العلم انه ملي كيجي شي اجنبي للمغرب وكيدير شي جريمه ما كنتعاملوش معهم بنفس الطريقه. المهم ما نزيدش نطول عليكم في المقدمه، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا جميع التفاصيل. وكالعاده الا كنتي اول مره كتشوف القناه وعجبك المحتوى، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك دائما الجديد، وخلي لي لايك وتعليق. نهار واحد في شهر 6 2022 في واحد العمارة في كارتي سان خوسي في ساراغوس في إسبانيا، مع ديك 10 ديال الليل. الجيران غادي يسمعوا واحد المرأة كتغوت وكتطلب المساعدة. غادي يخرج واحد الجار باش يشوف شنو واقع، وغادي تبان ليه جارتهم طايحة في الأرض وكلها دمايات، وغيبانوا ليه الرجلين ديال شي راجل اللي كان واقف عليها. هاد المرأة هادي الاسم ديالها كريستين وفي العمر ديالها 32 عام، كانت سيليباتير وساكنه بوحدها في البروميير ايطاج. المهم هذاك الجار غادي يخاف على راسو، غادي يرجع لدارو وغادي يسد عليه الباب وغادي يعيط على البوليس. وملي غادي يجيو البوليس غادي يوصلوا حدا باب العماره، غادي يلقاو واحد الراجل جالس في الارض كله دمايات وشاد موس في يديه. غادي يطلبوا منه انه يلوح الموس باش يقدروا يقربوا ويهضروا معاه. المهم بالفعل غادي يلوح الموس، وغادي يقربوا منه جوج ديال البوليس باش يسولوه شنو واقع، وجوج ديال البوليس وحدين اخرين غادي يطلعوا للبروميير ايطاج، وتما غادي يلقاو الجثه ديال كريستين اللي للاسف كانت ديجا ماتت والاسعاف ما قدروش ينقذوها. المهم اللي غادي يسولوا هذاك الراجل غادي يقول لهم ان جارته كانت باغا تقتلو، وغادي يبدا يغوت ويدخل ويخرج في الهضره. غادي يبدا يقول لهم خاصكم تنقذوني، انا ما بغيتش نموت، انا حاسه براسي كنموت. وملي غادي يهزوه المسعفين باش يطلعوه لومبيلونس لانه كانت عنده واحد الجروح خطيره، غادي يبدا يغوت وغادي يبدا يقول لهم علاش الراجل دائما كيكون هو المذنب، لدرجه ان الناس كاملين غادي يفيقوا، غادي يحلوا السراجم ديالهم وغادي يبداو يصوروا في هذيك لاسين. ¿Qué pasó? Es que iban viendo gente, no está la pegada puñalada que tiene. Bueno, en fin. ¿Y la otra?
هذا الراجل هذا الاسم ديالو عادل وفي العمر ديالو 45 عام. غادي يديوه للمستعجلات وغادي يديروا ليه واحد التدخل جراحي، وغادي يديو الجثه ديال كريستين للتشريح، وغادي يتسناو حتى غادي يخرج من العمليه، وغادي يجيو باش يسولوه مره اخرى. وهنا غادي يقول لهم ان جارته كانت هي اللي باغا تقتلو وانه دافع غير على راسو. وملي غادي يجيو باش يشوفوا الهويه ديالو غادي يتصدموا لانهم لقاو انه كان ريشيرشي من عند البوليس. قبل ما نعرفوا شنو وقع لكريستين، اجوا معايا بعدا نقول لكم شكون هو عادل وعلاش كان ريشيرشي من عند البوليس وشنو دار وشنو اللي خلاهم يقلبوا عليه. عادل هو مغربي من مواليد 1977، تزاد وكبر في المغرب من عائله فقيره وعلى قد الحال، وكان كيعيش ظروف صعيبه في المغرب. ما كملش قرايته، ما عندوش خدمه مستقره، يعني كان غير كيبريكولي باش يقدر يطلع المصروف ديالو اليومي. ولكن كان عنده هاجس واحد وهو الهجره. كان كيحلم انه يجي شي نهار ويقدر يخوي فيه المغرب ويمشي لشي دوله اوروبيه باش يعيش حسن، لانه كان كيشوف شي امثله قدامه ديال صحابو ولاد الجيران ملي كيهاجروا كيرجعوا لاباس عليهم، كيجيبوا طوموبيلاتهم عايشين مزيان، كيعاونوا والديهم، كاين اللي كيدير دار في المغرب. المهم كيوليو عايشين واحد الظروف احسن من الظروف اللي كانوا عايشين في المغرب. فهو كان متاثر بهذا الشيء، ولكن كان واخد واحد الفكره غالطه على اوروبا. كان كيسحب ليه نهار غادي يمشي غادي يلقى خدمه موجوده وغادي يلقى الفلوس غير مشتتين. المهم بالفعل غادي يقدر يمشي لاسبانيا في السن ديال 22 عام عن طريق الهجره السريه، وغادي يكون فرحان بزاف لانه هو اخيرا حقق الحلم ديالو. ولكن دغيا غادي يتصدم بالواقع وغادي يفهم ان اوروبا صعيبه، وانه الا ما خدمش وما دمرش ما كاينش اللي غادي يعقل عليه. في الاول تكرفص بزاف وكان كينعس غير في الزنقه، ولكن بعد واحد المده تعرف على شي دراري مغاربه هما اللي عاونوه وقدر انه يلقى خدمه في النوار، ولكن بصالير جد عادي لانه ما كانش عنده اللغه، ما كانش عنده شي دبلوم، وكان في وضعيه غير قانونيه. هذوك الفلوس اللي كان كيشدهم كان يلا كيقدر يخلص بهم الكرا ويشري بهم ما ياكل وما يشرب. ولكن المهم من بعد واحد الفتره تحسنت شويه الاوضاع ديالو، لقى خدمه احسن، لقى سكن احسن، وكان عايش واحد المستوى الا بغينا نقولوا احسن من المستوى اللي كان عايش فيه في الاول. ولكن كان راجل مستهتر وعديم المسؤوليه، الفلوس اللي كيشدهم من هنا كيخسرهم من هنا. كان مرافق مع شي دراري خايبين وكان عاطيها معاهم غير الدوران، الشراب، الكارو، الحشيش، البنات والملاهي الليليه. وكان واحد الانسان اللي كتافو باردين على الخدمه بحال اللي كنقولوا، باغي الفلوس ولكن في نفس الوقت باغي يسبح ناعس وما باغي لا يتكرفص ولا يدمر، باغيها سهله. داك الشيء علاش كان كيدير علاقات مع بنات اللي عندهم الفلوس باش يصرفوا عليه. وكيقول واحد في صحابه انه كان كيقلب على شي قوريه باش يقدر يتزوج بها وتصرف عليه ودير ليه الوراق. حتى لهنا عرفنا شكون عادل، ولكن اجيو معايا نقول لكم علاش البوليس كانوا كيقلبوا عليه. نهار 6 في شهر 6 2001 عادل كان كيتسارى هو وصاحبه في السونتر ديال مدريد. واحد شويه وما يوقفوا عليهم واحد جوج ديال لي توريست باش يسولوهم على شي بلاصه. كانوا جوج بنات فرنسيات، وحده فيهم من اصل مغربي والاسم ديالها سهام، وكان في العمر ديالها 24 عام. المهم تسامباتيزاو بقاو كيهضروا مع بعضياتهم، خصوصا ملي عرفوا انهم جوجهم مغاربه، عجبهم الحال، بقاو كيهضروا على المغرب، على البلاد، على بزاف ديال الحوايج، ومشاو كيتساراو بربعه في الشوارع ديال مدريد. وملي وصل الليل مشاو بربعه بهم تعشاو في واحد الريستورون. ومن بعد ملي سالاو العشاء والبنات بغاو يرجعوا بحالهم للوطيل، اقترح عليهم عادل انهم يمشيو بربعه ويكملوا السهره ديالهم في الدار ديال واحد من صحابهم. بالفعل البنات غادي يوافقوا وغادي يمشيو بربعه بهم للدار. المهم غادي يكملوا السهره ديالهم تما وغادي يبقاو مقصرين حتى لهديك الجوج ديال الصباح. ومن بعد كل واحد فيهم غادي يدخل البيت. عادل وسهام غادي يدخلوا ينعسوا في بيت، وصاحبتها وصاحبه غادي يدخلوا باش ينعسوا في البيت الاخر. ومع ديك 8 ديال الصباح ملي غادي تفيق هذيك البنت غادي تسمع الصوت ديال سهام وهي كتنين، يعني كتألم. غادي تمشي كتجري لبيتها، وهنا غادي تصدم بداك الشيء اللي غادي تشوف قدامها. غادي تلقى سهام فوق من الناموسيه وغارقه في دمايتها، ومحطوط حداها واحد الموس كبير وما كاينش الاثر ديال عادل. وهنا غتمشي كتجري باش تعيط على الاسعاف وعلى البوليس.
ملي غادي يجيو الاسعاف غادي يحاولوا انهم ينقذوها لانها كانت باقا حيه، وغادي يجريو بها للمستعجلات، ولكن للاسف غير غادي يوصلوا للمستشفى غادي تموت. وهنا البوليس غادي يبداو يقلبوا على عادل لانه كان هو المتهم الرئيسي في هذه الجريمه. ولكن البوليس ما غاديش يقلبوا بزاف، لانه في نفس النهار غادي يجي عادل برجليه حتى لعندهم، غادي يجي حفيان ولابس غير سوفيتمون، وغادي يسلم راسو وغادي يعترف بالجريمه ديالو. وملي غادي يحققوا معاه غادي يقول لهم انه قتلها لانه ما كانش في وعيه ولانها ما بغاتش دير معاه علاقه جنسيه. المهم بلا ما ندخل في التفاصيل، في هذيك الليله ملي ما غاديش تخليه سهام يدير هذاك الشيء اللي بغا، غادي يتعصب وغادي يدابز معاها، ومن بعد غادي يمشي للكوزينه وغادي يجيب اكبر موس اللي كانت فيه 20 سنتيمتر، وغادي يضربها في الجسم ديالها كامل ب8 ديال الطعنات، وغادي يهرب وغادي يخليها كتحتضر وما غاديش يحاول يعيط ليها حتى على الاسعاف. وغادي تحكم عليه المحكمه بالسجن لمده ديال 21 عام وبغرامه ماليه كتعويض العائله ديال سهام بالقيمه ديال 100 ألف اورو. المهم عادل غادي يدوز سنوات وسنوات في الحبس، ولكن السلوك ديالو كان مزيان، كان كيسمع الهضره، ما كيدابز مع حد، ما كيجبد مشاكل نهائيا، وهذا الشيء غادي يلعب للصالح ديالو، خصوصا انه كان هو اللي سلم راسو وكان بين لهم انه ما كانش في الوعي ديالو، ما كانش عارف راسو شنو كيدير، وندم بزاف على داك الشيء اللي دار لسهام. وهذا الشيء اللي غادي يخليهم يوافقوا على الطلبات ديالو اللي كان كيديرها باش يقدر يخرج من الحبس لواحد المده معينه ويعاود يرجع. هاد لي بيرمي دو سورتي اولا الاذن بالخروج كاينين في اسبانيا وكاينين في بزاف ديال الدول. يعني شي واحد واخا كيكون مشدود في الحبس كيكون عنده الحق انه يدير واحد الطلب باش يخرج، يمشي يقضي شي غرض وكيعطيو واحد المده معينه اللي ما خاصوش يفوتها وكيعاود يرجع للحبس. وهذا الشيء كيكونوا فيه بزاف ديال الشروط، مثلا ان السلوك ديالو في الحبس يكون مزيان، ما يكونش كيجبد المشاكل، وان العقوبه السجنيه ديالو تكون قربت سالي، فهما بحال كيعاونوا انه يتاقلم مع العالم الخارجي. وحتى داك السبب اللي غيطلب عليه انه يخرج خاص يكون واحد السبب اللي معترف به، مثلا ان شي واحد مثلا تكون مراته ولدات مثلا كيخليوه يخرج، او لا شي واحد اللي غيمشي يحضر لشي جنازه ويكون مات ليه شي واحد اللي قريب من عائلته بحال مراته ولا ولادو ولا الوالدين، او لا شي واحد اللي غادي يتعالج مثلا في شي مستشفى عنده شي مرض مزمن وغادي يتعالج في شي مستشفى خارج السجن. وهذا السبب الاخر هو اللي خرج به عادل من الحبس 4 ديال المرات، ولكن في كل مره كان كيرجع قبل ما تسالي هذيك المده القانونيه. ولكن في المره الخامسه غادي يدير نفس الطلب، غادي يتقبل، غادي يخرج من الحبس، ولكن غادي يديرها بهم وما غاديش يعاود يرجع، مع العلم انه كانت باقا ليه غير عامين باش يخرج من الحبس بصفه نهائيه. واخا هكاك غادي يهرب وغيولي ريشيرشي من عند البوليس في اسبانيا. عادل اول ما غادي يهرب غادي يمشي عند واحد المراه ساكنه في ساراغوس، كان تعرف عليها في الوقيته اللي كان فيها في الحبس، ولكن ما غاديش يقول لها انه هارب، غادي يقول لها انه خرجوه عامين قبل ما تسالي المده السجنيه ديالو، لان السلوك ديالو كان مزيان، وغادي تسيقو وغادي تخليه يسكن معها، وكانت مخليه ليه لابارتمون يدير فيها اللي بغا. غادي تقول ليه الدار دارك لانها كانت كتبغيه، وحتى هو كان كيقول لها انه كيبغيها، وانه ملي خرج من الحبس هي اول وحده فكر فيها وجا لعندها مباشره، ولكن هو كان غير كيستغلها ومشى عندها باش يتخبى عندها، وفي نفس الوقت باش تصرف عليه لانه ما كان عنده حتى شي مدخول، ولكن هي كانت خدامه. وهذا الشيء كان مناسبه اكثر لانها في اغلب الوقت ما كانش كتكون في الدار، كانت خدامه عند شي ناس، وكان عندها الحق غير في ساعتين في النهار ديال الروبو ونهار واحد في السيمانه. يعني في اغلب الاوقات كان كيكون بوحدو في الدار كيدير اللي بغا، وفي نفس الوقت ما كتراقبش التصرفات ديالو باش ما تشكش فيه انه هارب. المهم غادي يصبغ شعره، غادي يغير الطريقه ديال اللباس ديالو، وغادي يبقى مخبي عندها المده ديال عامين، وهي ما كانش عارفه نهائيا ان البوليس كيقلبوا عليه، حتى النهار اللي تقتلات فيه كريستين عاد غادي يتفضح كل شيء. نرجعوا دابا للتحقيق في الجريمه الثانيه ديال عادل. ملي غادي يحققوا معاه البوليس غادي يقول لهم انه ما كانش ناوي يقتلها، وانه كان كيدافع على راسه، وانها هي اللي هاجمته الاولى. قال لهم انها كانت كتبغيه وكانت مهووسه به،
وانها فين ما كانت كتشوفه كانت كتعرض ليه وكتعرض عليه انه يدخل معها في علاقه، ولكن هو كان دائما كيصدها وكيقول لها بعدي مني، انا عندي الحبيبه ديالي وكنبغيها وباغي نتزوج بها. المهم قال لهم في هذاك النهار غادي تدق عليا في الباب، وملي غادي نحليها غادي نتفاجئ انها غادي تضربني بالموس. حاولت انني نحيد ليها الموس وحاولت انني ندافع على راسي، واحد شويه لقينا راسنا بجوج بينا في الارض كندابزو، وتما فين دافعت على راسي وقبضت هذاك الموس وطعنتها به، ولكن انا ما كنتش ناوي نقتلها، هي اللي تهجمات عليا. المهم البوليس ما غاديش يتيقوا هاد الهضره كامله وغادي يعرفوا انه كيكذب، خصوصا ملي عرفوا الماضي ديالو، ولكن غادي يخصهم واحد الدليل قوي باش يثبتوا هذا الشيء، وداك الشيء علاش غادي يكتفوا التحقيقات ديالهم. اول حاجه غادي يمشيو وغادي يقلبوا الدار اللي كان ساكن فيها، وبالفعل غادي يلقاو جوج ديال الدلائل اللي غادي يغرقوه. ملي دخلوا لدارو لقاو واحد ليغون ديال البلاستيك فيهم الدم، وصاحبته قالت للبوليس انهم دياولو انه كيستعملهم ملي كان كيبغي يصبغ شعره، وهذا الشيء كيعني انه في ديك الليله كان معول يقتل كريستين، وكان داير ليغون باش ما يخلي من موراه حتى شي دليل. والدليل الثاني هو ملي صاحبته قالت للبوليس ان داك الموس اللي وقعت به الجريمه ديالها وتهز من كوزينتها وماشي ديال كريستين بحال اللي قال لهم هو في الاول، على اساس انها هي ملي هاجماتو كانت ديجا هزه الموس في يديها. وغادي يتاكدوا من هذا الشيء كامل لانه في هذيك ليغون غادي يلقاو لادين ديال كريستين وديال عادل، وهذاك الموس غادي يلقاو بزاف ديال المواس بحالو في الدار ديال عادل، وما غادي يلقاو حتى شي موس كيشبه ليه في الدار ديال كريستين. وهنا البوليس غادي يعتقلوه من بعد ما غادي يخرج من المستشفى واللي كان فيها تحت الحراسه، وغادي يوليو متاكدين انه هو اللي قتل كريستين وهو اللي هاجمها الاول. الحاجه الوحيده دابا اللي خاصهم يعرفوا هو الدافع ديال هذه الجريمه، علاش عادل قتل كريستين في هذيك الليله، وغادي يبداو يبحثوا باش يعرفوا واش كانت بيناتهم شي علاقه. ولكن الجيران غادي ياكدوا ان كريستين كانت كتعتبر عادل صديق وجار فقط، وانه ما كانت بيناتهم حتى شي حاجه، وكانت كتثق فيه بزاف لدرجه انها شحال من مره كانت كتخلي ليه السوارت ديال لابارتمون ديالها في الوقيته اللي كانت كدير فيها دي طرافو، وكان هو اللي كيحل هذوك العمال الباب وكيبقى واقف عليهم حتى كيساليو الخدمه ديالهم. وحتى صحابات كريستين اكدوا انها كانت سيليباتير، وكون كانت عندها شي علاقه مع شي واحد اكيد كانت غتعلمهم بهذا الشيء وما كانش غادي تخبي عليهم. المهم البوليس النتيجه اللي غيوصلوا ليها من خلال التحقيقات هي ان عادل هو اللي كان مهووس بكريستين، ومن المحتمل انه قتلها لانها ما بغاتش دير معاه علاقه، وان القصه ديال سهام اللي وقعت هذه 20 عام عودات تكررات، وهو دابا في الحبس كيتسنى الحكم اللي غيحكموا عليه. هاد القضيه دارت واحد ضجه كبيره في اسبانيا، وكانوا عندها بزاف ديال ردود الافعال، وبزاف ديال الاسبانيين عبروا على الراي ديالهم للصحافه وكتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين اللي كيقول ان عادل نهار اللي دار داك الجريمه والنهار الاول اللي قتل فيه سهام كان خاصو يرجع لبلادو وكان خاصو يدوز الحبس في المغرب، وكاين اللي كيقول على الاقل انه ما كانش خاصهم يسمحوا ليه يخرج من الحبس ويعطيو هذاك الاذن بالخروج الا ما كانوش متاكدين انه واحد الانسان اللي ماشي خطير على المجتمع. وكاينين ناس اللي هضروا بصفه عامه على الهجره وحملوا المسؤوليه للحكومه ديالهم لانها كتدخل لهم المهاجرين وكيرتكبوا جرائم في بلادهم وكيقتلوا ليهم ولاد بلادهم. المهم كل واحد عبر على الراي ديالو بطريقته الخاصه. وهنا غادي تكون سالات الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لي رايكم في التعليقات وديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه باش تشجعوني. نتلاقاو مره اخرى مع قصه اخرى. باي باي.